لعبنا مع المنتخب المغربي للمرة الثانية على التوالي في نفس الكأس، ولنا الشرف بذلك. المباراة الأولى كانت جد صعبة، واجهونا بكل قوة وثقة في النفس، وكانوا يريدون الخروج بنتيجة إيجابية، وهذا ما توخى لهم، وقسمنا النقطتين واستمر المونديال حتى التقينا في مباراة الترتيب. بعض الجماهير تتساءل: هل أعيدت المباراة؟ فالمباراة لم تعد، بل هي مباراة الترتيب. كنا نود الوصول للنهائي، لكن هذه كرة القدم، تارة لك وأخرى عليك. لعبنا المباراة الثانية وأعيننا على المركز الثالث، خاصة وأن لاعبو المنتخب المغربي وجماهيرهم أيضا شعروا بخيبة الأمل لعدم بلوغهم النهائي التاريخي، فاستغل لاعبون عدم حضورهم للمباراة بكامل التركيز، ففزنا عليهم بصعوبة كبيرة. لديهم لاعبين كبار ولهم مستقبل زاهر، أمثال أمرابط، وناحي، ضاري الذي سجل، وأصغرهم سنا لست أذكر اسمه يحمل الرقم 23. لقد كانوا أسودا كما يلقبونهم هناك في المغرب، ولولا الحظ العثر لتوجوا بالكأس. في الحقيقة تابعت مباراتهم أمام فرنسا، استحوذوا على الكرة بنسبة كبيرة، لعبوا بكل ثقة وحماس، جاءتهم فرص سانحة للتسجيل، لكن اللمسة الأخيرة غابت عنهم. ليس لديهم رأس حربة ولا مهاجم صريح. أزعجني الرقم 9 عندهم، ثقيل كالفقمة، يتحرك بصعوبة بالغة، أتيحت له فرص كثيرة وكل مرة كان يهدرها. كان أنانيا بمعنى الكلمة، يحرك رجليه فقط من غير التحكم في الكرة. منتخب فرنسا كان ضعيفا جدا حينها في تلك المباراة، إضافة إلى أخطاء تحكيمية كثيرة، ضربتي جزاء واضحتين وضوح الشمس. لكن ما أثار استغرابي، اللاعبون لم يحتجوا على الحكم بالعودة للفار كما فعلوا اليوم معنا، ولو فعلوا في مناسبتين لربما تغيرت النتيجة لصالح